الحديث الثاني، وأنا لا أريد أن أسهب لأن الكلام لو أنا فتحت في المسألة دي الكلام طويل. الذي كذبه وقال هذا مكذوب أن حديث عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية قبل أن يسلم، رأيت خردة زنت فاجتمعت القرود ورجمتها ورجمتها معهم. يقول الكلام ده مكذوب لأن الرجم ده والكلام ده في بني آدم وليس في الحيوانات وليس في القرود. القصة هكذا أوردها الإمام البخاري مختصرة، لكن هذه القصة أوردها الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق آخر عن عمرو بن ميمون مطولة. الشاهد: هل يمكن لإنسان أن يتصور أن البخاري رحمه الله مع ما رزقه من الفهم العالي جدا كما سيمر بنا وسترون إن شاء الله عز وجل العجب العاجب من تبويبات البخاري ومن فهم الإمام البخاري لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام الذي عقدت عليه الخناصر وصار كلمة إجماع وسار اسمه مع مدار القرون كالشمس في رابعة النهار يجهل أن الحيوانات غير مكلفة؟ في أي موضع روى البخاري هذا الحديث؟ هل أورده في كتاب الحدود مثلا في باب الرجم حتى يقال أورده في باب الرجم إذن هو يرى أن القرود لما رجمت كانت مكلفة؟ لا. أين وضع البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ وضعه في كتاب مناقب الأنصار تحت تبويب باب القسامة في الجاهلية. يعني ما قصد البخاري قط أن يقول إن القرود رجمت، لأنه لو أراد هذا المعنى لوضعه في كتاب الحدود باب الرجم. وبعدين الإسناد صحيح لأنه ورد من طريق آخر، يبقى صح الإسناد. هو بقى بيقول للمتكلم ده مهما كان الإسناد صحيحا فالمتن فيه علة. إيه هي العلة؟ قال لك القرود ده غير مكلفة. أنا عايز أقول كلام صح الإسناد إلى عمرو إلى القائل، يبقى قال هذا القول لأن صح الإسناد إليه، فعمرو بن ميمون قال هذا الكلام. يبقى في رؤية عمرو نفسه إذا أخطأ عمرو بن ميمون في توصيف القصة لا يقال الحديث كذب، إنما يقال أخطأ عمرو بن ميمون فقط، إنما ما يتقالش كذب. أنت بتكذب مين؟ عمرو بن ميمون الصادق الأمين، رجل أمانته في الذروة وضبطه كالمسمار في الساج، نقل كلاما أو نقل منظرا رآه بعينيه، أتقول هو كذاب؟ لا يحل لك أن تقول ذلك إذا ثبت السند إليه أنه قال هذا الكلام. لكن ممكن تقول غلط عمرو بن ميمون بس ما تقولش الحديث كذب، ولا تقول البخاري في أحاديث مكذوبة، إنما تقول غلط عمرو بن ميمون. طيب هل عمرو بن ميمون غلط؟ وهل عمرو بن ميمون هذا التابعي الجليل كان يجهل أن الرجم موضوع عن الحيوانات وأنه لا يكون إلا في المكلفين؟ كان يجهل عمرو هذه الحقيقة؟ لا، لكن المنظر الذي رآه عمرو رأى فيه شبها بما يكون عند بني آدم، فلا قصد زنا ولا قصد حدا،
ادي الموضوع. واحنا نعرف ان القرد شبيه ببني آدم في كثير من حركاته، حتى قال القائل ان الانسان اصله قرد. بسبب ايه؟ لما تقعد تنظر الى القرد تجد حركاته، اكله وشربه، يمشي على رجلين زي بني آدم وان كان لا يسير مسافة طويلة، اللي هو اصابع زي بني آدم، ياكل واشر الاكل زي بني آدم بالضبط. وعلماء الحيوان يقولون إن عند القرد من الغيرة على العرض مثل بني آدم، ويقولون إن القرد إذا تزوج لا يعدو إلى امرأة أخرى أو إلى قردة أخرى. في مواصفات عمرو بن ميمون رأى إن القصة الذي لا يعرفها بتفصيل أبو بكر الإسماعيلي بيقول إن كان في قرد عجوز ومراته قردة شابة نايم على دراعه، نايم وفارد دراعه كده وهي نايمة على دراعه. جاء قرد شاب كده بصبص لها، وأصل البصبصة تحريك الذيل، عشان كده يقول لك فلان بيلعب بديله، بيبصص يعني بيلعب بديله يعني. فانسلت برفق كده وخفة من على دراع القرد العجوز وراحت ايه مع القرد الشاب. يقول عمرو بن ميمون فواقعها وأنا أنظر أهو كلام شيء يراه يعني. بعد ما قضت مأربها قامت راجعة بخفة كده وحط دماغها برضو على ايد الايه، على ايد القرد العجوز. أول ما القرد حس براسها على دراعه وشمها صرخ وجعل يصرخ ويشير إليها. قال فأتت القرود بالقرد الذي واقعها وأنا أعرفه، حفروا لهما حفرة في الأرض وقعدوا يرجموهم بالحجارة إلى أن مات. هو ده الذي رآه عمرو بن ميمون، وهو حق وصدق. يبقى توصيف عمرو لأن ده رجم. أليس هذا فيه شبه؟ أليس هذا هو الرجم؟ ما هو الرجم الزاني المحصن يعني إيه؟ إذا زنى وثبت عليه الزنا بالطرائق الشرعية المعروفة يحفر له وللزانية معه حفرة إلى نصف الجسم لا يظهر إلا بعض الصدر والرأس، وبعدين يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا الرجم الذي اتفق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة جميعا على إثباته بالأدلة الصحيحة الكثيرة. فأنت لما تنظر إلى حقيقة الرجم عند بني آدم وإلى حقيقة ما رآه عمرو بن ميمون تقدر تقول ده رجم، لكن ما قصد عمرو زنا ولا قصد حدا، إنما دي مسألة شبه. فالبخاري لا يعترض عليه مثل هذا. خذ مثل هذا الزخم في الفضائيات وفي الإذاعات وفي الجرائد والمجلات، خذ مثل هذا الزخم كثير جدا، وناس يعترضون وليس عندهم حجة بينة. إذا كان الكلام يمكن تأويله على وجه صحيح فلا يرد، وده كلام معروف عند أهل العلم.